السلام عليكم. وصفتنا تاع نهار اليوم هي سردين محشي بالرز مع صلصة الطماطم. نبداو بسم الله. عندنا كيلة تاع الرز، نحطو معاها عندنا قطعة صغيرة تاع زبدة، 2 سنة تاع الثوم، وريقة تاع الرند، شوية فلفل كحل، شوية كركم اختياري، تحبي ديري تحبي ما ديريش، وعندنا تاع شوية تاع الملح. هادو نحطهم في الطنجرة. نضيفو لهم 3 كيلات تاع الماء، نفس العبر تاع الرز. 3 كيلات تاع الماء هادو كامل نحطهم فوق النار ونخلوه يطيب. هنا باش نوجدوا الخلطه تاعنا اللي نحشيو بها السردين، عندنا شويه تاع القزبر، حبه طماطش تكون صغيره، حبه تاع فلفل حار يكون صغير، ثاني وحده تاع طرشي ثاني يكون صغير، حبه بصله ثاني صغيره، شويه تاع النعناع، والسنات تاع الثوم، عندي وحده 6 ولا 7 سنات ثوم. هذو المكونات كامل نحطهم كامل في الاشواق تاعي. وعندنا التوابل اللي نضيفوهم للخلطه، عندنا شويه تاع كمون، شويه تاع ملح، شويه كركم، شويه عكري، شويه طوماطيش تاع الباطا، وشويه تاع فلفل كحل. هذو نضيفوهم للخليط. هذو المكونات كامل كيما راهم نرحيهم في الاشواخ. هنا تخلط شويه، نضيف لها ملعقه تاع اكل زيت بهذه الطريقه، ونكمل الخلطه حتى تولي مرحيه كامل. اذا بعد ما رحيناها نشوفوا القوام اللي خرج لنا. بهذه الطريقه نحشيو بها السردين تاعنا. عندنا السردين طبعا بعد ما نقيناه ونظفناه نحولوا الشوك اللي في الوسط بهذه الطريقه، نعمر حبات تاعنا هكذا. ونغطيوهم. نكمل كامل العمليه. اذا هنا عندنا باش نوجدوا صلصه الطماطم اللي راح نحضرها مع الرز. عندنا طماطيش 3 حبات تاع طماطيش رابي، عندنا بصله ثانيك صغيره ماشي كبيره، عندنا 6 سنات ثوم، فلفل كحل، عكري، شويه تاع معدنوس مقطع رقيق، 2 ورقات تاع الرند، و2 ملاعق كبار تاع طماطم مصبره. هادو نحطهم في مقلاة ونوجدوها فوق النار باش توجد لنا لاصوص. نضيف لها كاس تاع الماء ونغطيها ونخليها تطيب. هنايا بعد ما وسيناهم حشيناهم بالعفاخس هذيك، نرمدهم شويه في الفرينه ونقليهم في الزيت. هنا بعد ما عقدت لاصوص نسكر في هذاك السردين تاعنا بهذه الطريقه، نخليه غليه واحده ونطفي عليه. ونشبعها بهذه الطريقه. اذا هذا هو طبقنا النهائي تاع وصفتنا تاع نهار اليوم، اللي هو سردين محشي بصلصه الطماطم مع الارز. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها، وشهيه طيبه. سلام.